النهارده الدكتور محمد رياض، استشاري الجلديه والتجميل والليزر. اهلا بيك يا دكتور مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. خلصنا بقى بوتوكس وخيوط وفيلر وليزر، بس التقشير العلاجي حضرتك قلت ان انت تتكلم عنه وبرده توضح للبنات اللي عايزين يسالوا عنه. زمان كنا بنستخدم التقشير الكيميائي وفي بعض الحالات كان بيبقى ليه مضاعفات. دلوقتي بقى فيه تقشير علاجي. طيب ايه فايده التقشير؟ المواد الفعاله اللي بتعالج الحاجات المشهوره في الجلد زي حب الشباب او الالتهابات او البقع الغامقه معروفه، لكن المهم ازاي ان انا اوصلها بتركيزات عاليه لعمق الجلد. ربنا خلق الجلد فيه زي سد منيع او زي حاجه حاجزه تحمي الجلد من اختراق البكتيريا والجراثيم. تمام. بعض الجزيئات بتاعه التفتيح لعلاج البقع الداكنه او يا عيني الناس البنات اللي عندهم السيدات اللي عندهم كلف، وده بيبقى مأساة مزعجه ليهم جدا، ما بتخترقش الجدار ده. فلو انا عملت جلسه تقشير وبيبقى عباره عن 6 طبقات بتتحط بتركيزات معينه وعلى مسافات وقتيه معينه، بحيث ان انا افتح مسام في الجلد عشان ادخل مواد فعاله اعالج فيها البقع الغامقه. ده اسمه التقشير العلاجي الحديث. وده كنا زمان بيبقى فيه منتجات موجوده في النانو تكنولوجي معموله عشان الجزيئات تبقى صغيره وتمتص. لا، ده في بقى الموليكولار بيولوجي الجديد اللي هو الحاجات الجزيئيه اللي اصغر كمان من النانو، وفعلا بيجيب نتائج هايله وبيخلي الجلد ما يقشرش. دايما تقول لك عشان جلسه تقشير عشان الجلد ما يقشرش. سمعه التقشير زمان باظت مع بعض الحالات لان هو كان الحمض زياده فعمل حرقه او عمل بقعه غامقه، فلازم نخلي بالنا من الحاجات اللي زي دي. هل في اشخاص ممكن العلاجي والكيميائي نوع، يعني يبقى مثلا شخص يبقى ينفع معاه العلاجي وشخص ينفع معاه الكيميائي يا دكتور؟ بالنسبه لو النتيجه هتبقى هو ميزه الكيميائي انه صار اقتصادي. فلازم انا انصح، يعني انا مثلا عندي بقعه غامقه وعايز اعالجها بالتقشير الكيميائي العادي بتاع زمان. انا بدل ما اعمل جلستين بتركيز الحمض عالي جدا وده ممكن يعمل مضاعفات، ليه انا المضاعفات بتكون ايه عفوا يا دكتور؟ يعني مثلا بيبقى في تقشير زياده فشكل القشره بيبقى وحش، بيبقى في احمرار في البشره، احيانا بيبقى في بقعه غامقه. البقعه الغامقه دي بتاخد وقت لحد ما تروح. يعني مثلا بعمل جلسه تقشير عشان اعالج بقعه غامقه يحصل بقعه غامقه. ودي اللي انا المحاذير اللي قلت لحضرتك لازم كل حاله تتجنبها عشان الموضوع. تمام. طيب حطينا التقشير، المفروض انا بدل ما اعلي تركيز الحمض واركز في جلستين، لا اخلي الحاله تجيلي 4 جلسات واحط تقشير خفيف، وواحده واحده نحصل على النتيجه اللي احنا عايزينها وما نستعجلش النتائج عشان نكون مبسوطين في الاخر. طيب بما ان حضرتك اتكلمت على الكلف اللي بيطلع للناس وبيتضايق منه، النمش برضو علاقته بال لا شكرا العفو. علاقته يعني انه الفرق بين النمش وبين الحاجات التانية؟ معلومه هامه جدا احب اقولها للساده المشاهدين. النمش اللي عندها قابليه ان هي يطلع عندها نمش، النمش هيرجع لها تاني. تمام. يبقى الحل ان احنا نعمل ايه؟ ان انا اهيئها نفسيا ان انا لو شلت النمش هيرجع تاني. طيب خلاص كده، لو شلت النمش هيرجع تاني. طيب اوكي، يبقى انا ممكن اعمل جلسات واشيله، بس تبقى هي مهيئه انه هيرجع تاني عشان ما تجيش تزعل انه رجع تاني. حتى لو حطت واقي الشمس، حتى لو حطت كريمات تفتيح، اللي عنده قابليه للنمش بيفضل عنده قابليه للنمش غالبا طول عمره. بتبقى حاجه وراثيه يا دكتور ولا طبيعه جلد؟ الدراسات بتقول ان هو فعلا بيبقى فيه قابليه وراثيه، وفي دراسات بتقول انها طبيعه جلد. لحد دلوقتي يعني في نوع من الجدل حواليه، لكن في كريمات اساس بتتعمل، وفي واقي شمس نزل حديث بقى متوفر في السوق دلوقتي، في كريم اساس لعلاج البقع الداكنه. لعلاج البقع الداكنه. فاحنا دلوقتي او الفتحه، يعني مثلا ممكن حاله بهاء عندها بقعه فاتحه قوي، ممكن انا اغطيها بكريم اساس بنفس لون الدرج، بنفس لون الجلد عفوا، او بدرجه واحده افتح من لون الجلد وداري الموضوع ده لحد ما العلاج يجيب نتيجه. نفس الشيء بالنسبه للبقعه الغامقه، ده بيبقى حاجه مؤقته. تمام. فكره انه اشخاص بتظهر اكتر يمكن في السيدات وبيربطوها هم منهم نفسهم انه ده علاقه بالتدخين، فكره انه الاسمرار حوالين الفم والانف اوقات يا دكتور، فعلا هل هي ليها علاقه مباشره بالتدخين ولا لا؟ بصفه عامه التدخين لو حضرتك بصيتي على شفايف اي حد مدخن هتلاقيها ما عادتش بينك، ما عادتش منبه زي زمان. بيبقى الثاني اكسيد الكربون بالظبط، ثاني اكسيد الكربون بيخلي لونها غامق، وده بيؤدي للاسف لان شكل الشفايف ما يبقاش جميل بالذات عند السيدات. تمام. فعمليه الاسمرار اللي حوالين الفم ده ببساطه شديده حاجه حصل التهاب معين، الالتهاب ده بقى محمر وبعد كده على طول قلب عمل بقعه غامقه. دايما انصح الساده المشاهدين لو حصل اي بقعه غامقه على طول نحط اي كريم مضاد للالتهاب
بس مع طبيب مختص علشان ما يحصلش البقع الغامقه دي. كريمات التقشير اللي موجوده في السوق للاسف ممكن تحط هي كريمه تقشير مش عارفه تحطه ازاي. لازم كريمه التقشير مثلا يتحط مساء ويتشطف بعديها بنص ساعه او ساعه، يتحط بكميه خفيفه، تيجي هي تحطه بكميه كبيره تتعرض للشمس وشها يتحرق. طيب مين الاشخاص اللي تستخدم كريم التقشير وليه يا دكتور؟ يمكن احنا بالنسبه لنا بنسمع عن اسامي واسباب لاستخدام كريمات معينه، تقشير وتونر ما بنبقاش فاهمين هو ده ايه وده ايه. بما صفه عامه التقشير بيعمل ايه؟ بيجدد خلايا الجلد. تمام. يبقى اللي عايزه نضاره ممكن تستخدم تقشير. اللي عايزه تشيل بقع غامقه ممكن تستخدم تقشير. المسام عندها واسعه نوعا ما التقشير بيجيب نتيجه والليزر بيجيب نتيجه احسن واحسن. طيب ايه غير كده وكده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. التجاعيد، بعض التجاعيد بتروح مع التقشير. حب الشباب بيعالجوا التقشير برضه. عكس ما كنا فاكرين يا بس في دكتور. نقطة اتفضل. من غير اقطع كلام حضرتك. اتفضل. حب الشباب بيعالجوا التقشير بصفة مؤقتة، يعني مش هيعالجوا على طول. مش حل نهائي. لازم نعالج الموضوع من الجذور بتاعته، ان احنا ناخد اقراص معينة توقف حب الشباب. كنت بسأل حضرتك انه عكس ما كنا فاهمين انه التجاعيد لو استخدمت بالنسبة لها كريم تقشير كتير ممكن ده يعمل التهابات اكتر للبشرة ويسبب تجاعيد اكتر. ده صح ولا غلط؟ المعلومه اللي متداوله بينا كبنات يعني ان احنا ما نستخدمش في التجاعيد. هو التقشير ما بيعملش تجاعيد على قدر ما هو لو حصل تقشير جديد شكل الجلد هو بيقشر بيكون زي ما يكون مجعد، لكن مجرد ما نستخدم الكريمات المرطبه المناسبه ونستغل ان الجلد بيقشر فالمسام بتاعته بتبقى مفتوحه، فاحنا ممكن ندخل مواد فعاله لعلاج امراض جلديه معينه زي حب الشباب، زي البقع الغامقه، زي حاجات تغذي الجلد عشان نعالج التجاعيد او عشان نقفل المسام الواسعه. يبقى هو شكله كده بس اثناء التقشير، لكن بعد التقشير بالعكس التقشير ده بيعالج التجاعيد اصلا مش بيعمل تجاعيد. لكن اهم حاجه ما ناخدش تركيز حمض عالي، ما نتعرضش للشمس بعد الجلسه، ما نقفش قصاد الفرن على البوتاجاز، نلتزم بواقي الشمس، ناخد كريمات بتهيئ البشره للموضوع ده عشان النتيجه تبقى فعاله. تمام. وفي حاجه تانية احب انوه عنها برضو خاصه بالجمال برضو، الشعر. ده مأساة. حضرتك ما ينفعش تخلص الحلقه من غير ما نتكلم عن الشعر يعني. الشعر أكيد. وتساقط الشعر والصلع. وفكره برضو يعني اختلاف الفصول السنه بتسبب قشره، سواء اشخاص بتجيلهم في الشتاء او في الصيف او ما بين السيزون ده والسيزون ده، وبالتالي يعني انا لسه سامعه سؤال حد ساله لي النهارده، طب انا فروه راسي فيها قشر كتير ودهنيه بس الشعر جاف، طب تيجي ازاي يا دكتور الاثنين مع بعض؟ هي تبقى الشعريه نفسها جافه، لكن فروه الراس او البصيله فيها التهاب فطري معين عامل قشره كتير وعامل قشره كتير، وهي طبيعتها دهنيه فبتعمل قشره كتير. طيب الحل ايه؟ ان احنا نمشي على شامبو طبي معين مرتين في الاسبوع نقتل الفطريات دي ونقلل الدهون، وفي نفس الوقت نعمل بقى بعد الشامبو، المعلومه دي مهمه جدا، حمام كريم للشعر، وبالتالي الشعر مش هيكون جاف. يبقى انا بعالج الاثنين مع بعض، الشامبو بيعالج القشره والفطريات، وحتى لو سبب شويه جفاف للشعر بحط انا حمام كريم، صح كده؟ هايل. وحمام الكريم بعد ما نشطف الشامبو نسيبه تلت ساعه، ويا ريت يكون فيه بخار دافي او ميه دافيه حواليه. تمام. دي حاجه بالنسبه للشعر. الحاجه الثانيه في جهاز جديد والحمد لله بقى موجود في مصر، موجود منه جهاز واحد. تمام. الجهاز ده بفضل الله بيزرع الشعر بطريقه ميكانيكيه باقل تدخل العامل البشري، بمعنى ان هو بيشيل البصيله من ورا، نظام القطيفات الحديث اللي هو بقى منتشر بتركيا بيزرع الشعر يا دكتور؟ بيزرع الشعر، بنشيل البصيلات من ورا نروح حاطينها قدام عشان نعالج الشعر وتنمو الشعر تاخد مجرى حياتها الطبيعي يعني. بالظبط. هي الشعريه نفسها بشيلها بالجدر بتاعها بالبصيله بتاعتها واروح حاططها قدام، ودي بتجيب نتائج جميله بس بشرط العنايه. يعني اي حد بيجي لي يقول لي انا عايز ازرع ماليش دعوه، مش ناوي احط حاجات عنايه في الشعر. شعرايه يا دكتور بقى صح؟ 6 ساعات، ده اكيد 8 ساعات، مره قعدت 10 ساعات في العمليه. شعرايه في السيشن. وبيبقى بقى فريق عمل بقى مش حد واحد بس. طيب بس النتيجه بتبقى حلوه في الاخر. طيب بتفرق يعني مشاكل التجميل في الوجه ما بين السيدات والرجال؟ مظبوط، دي حاجه مهمه جدا. بصي حضرتك، يعني مين المقلق مشاكله في الوجه بالذات يا دكتور، سيدات ولا رجال؟ يمكن السيدات بتبقى شويه تجاعيد شويه تقشير، لكن الرجال بقى ده صندوق مغلق كده مش عارفين هو مشكلته ايه في الوجه. هي فئه الرجال اللي بتجيلي غالبا الرجال حصل عندهم تقدم في السن وبدا يبقى عندهم تجاعيد وبدا يبقى وشهم مجهد. مثلا واحد عنده حفله معينه، عنده افتتاح المحل بتاعه او المطعم بتاعه، او واحد عايز يتجوز جديد، فبيهتم ان هو يظبط نفسه، عايز يرجع شباب.
لكن وهكذا. فكره حبوب الشباب يمكن دي ما بين الاثنين، الرجال والسيدات زي بعض. لكن التهابات في كتير قوي من الرجال بيسالونا انه التهابات الوجه نتيجه للحلاقه الخاطئه، حلاقه الوجه برضو ليها في مأساة خاصة بالموضوع ده. يعني ليهم علاج يا دكتور عشان نساعدهم برضو شويه زي ما ساعدنا البنات؟ الله يكون في عونه. يعني الشعر عنده بينمو جوه الجلد. الشعر عنده جلد الوجه. فاللي شعر عنده بينمو جوه بيعمل بينمو بالعرض بدل ما يطلع ينمو بالعرض، فيعمل التهاب. وده حله، يا اما يطول شعر دقنه قوي، يا اما يعمل جلسات ليزر لاضعاف بصيله الشعر عشان ما تنموش وما تعملوش الالتهاب ده. لكن فكره البوتوكس والفيلر مش قوي ما بين الرجال في مصر، يمكن اكتر، صح؟ والله هو بدأ ينتشر مؤخرا، بدأ ينتشر بالذات اللي بقى عنده تجاعيد كتير حوالين عينه. والرجال برضه بيقول لي في حاجه كارثه مهمه جدا برضه احب اكد عليها، اللي عنده يعني اصابه في وشه، وللاسف يعني ده واقع مجتمعنا، اي حد ماشي يوقفوه يعني في كمين شرطه او حاجه، يعني ما يبقاش عارف يسافر الخليج عشان هو اصابه، مش لازم تكون في خناقه، واقع يعني انه شكله يعني بالنسبه للاشخاص حادثه عربيه كده بالظبط. فده ممكن بالليزر نعمل جلسات ليزر، نقشر الجلد ده ونكون جلد جديد ونعيد خداع بصري برضه المنطقه دي. خداع بصري وجزء منه علاج برضه مع الكريمات اللي بتحفز نمو الكولاجين زي اللي حضرتك تفضلت بيها. طيب. وبيجيب نتيجه حلوه. موضوع مهم جدا برضه انه السيدات بعد الولاده ترهل الجلد البطني، ترهل الجلد، هل ليهم علاج غير العمليات الجراحيه ولا ممكن نستخدم معاهم؟ خلينا نتفق على حاجه واحب اقولها للساده المشاهدين. يا جماعه، اللي حملت وحصل ترهل في بطنها وناويه تحمل تاني مره واثنين وثلاثه، هيبقى يعني هنعمل مجهود جامد جدا علشان نشد جلد البطن، وفي الاخر هترجع تتشقق تاني. زائد التشققات الجلد اللي بيكون لونها احمر وتبقى ابيض، يا ريت يا جماعه تقولي وهي لسه محمره علشان اقفل الاوعيه الدمويه. هي محمره ليه؟ ايه اللي لونه احمر في جسم الانسان؟ برافو عليك. يبقى هو في امداد دموي عالي، يبقى انا اقفل الاوعيه دي عشان اقفل الخطوط البيضاء دي بتاعت الشققات واكون نسيج جديد بعد كده بجهاز الفراكشن ليزر. بيبقى فيه جهازين. طيب، شديت الترهلات. شد الترهلات ممكن بالميزوثيرابي اللي هي مواد فعاله بتتحقن معينه لتنشيط نمو الجلد. تمام. او ممكن يكون بال حاجه حديثه جديده اسمها ماسك الدم. كان في خواجه امريكانيه نزلت هنا في مصر في مؤتمر الافرو ايشيان في القاهره هنا، واتكلمت عن دراساتها ان في قلم كده، قلم طبي جلدي بيبقى فيه زي سنون كده 36 او 24 سن، بيعمل شكشكه في الجلد، يقوم الجلد زي يبقى فيه تعوير صغيره خالص. التعوير دي بتعمل عمليه التئام. لما الجلد بيعمل عمليه التئام بيحصل ايه في الجلد؟ بيتشد. هي فكره تحفيز. برافو عليك. والدم بقى مش فيه مواد عوامل نمو، انا اسيب طبقه الدم دي نص ساعه على الجلد عشان يبقى فيه عوامل النمو دي. ممكن اعمله بالليزر، الفلاكشن ليزر المجزأ، ممكن اعمله بالراديو فريكونسي عشان بي ار بي بقى يا دكتور. ممكن الخيوط، الناس فاكرين الخيوط في الوش بس، لا ده في خيوط في الصدر. ده اللي انا كنت اقصده، هو ممكن استخدم الخيوط دي فعلا، يعني التقنيه دي مش وجه بس، الخيوط دي ممكن استخدمها في الجسم وبتشد الجلد فعلا. ومفعولها بيقعد في بعض الحالات من 6 شهور لحد 5 سنين حسب نوع الخيط وحسب كميه الخيوط اللي حاططها. بس مشكله الخيوط في الجسم ان انا بحتاج كميه خيوط كبيره. ودي ايه مشكلتها ان يبقى محتاج خيوط كبيره؟ تكلفه يا دكتور بالنسبه للاشخاص؟ الموضوع مش اقتصادي شويه. طيب، كان في حد بيسال انه هل ممكن الوجه الواحد يستخدم نوعين مع بعض من التقنيات، فيلر وبوتوكس مثلا يا دكتور؟ ممكن في نفس الجلسه، بس انا بنصح ولا اماكن واماكن، يعني مثلا في جزء البوتوكس وجزء فيلر؟ وعاده البوتوكس بيبقى للتجاعيد الحركيه في النص العلوي من الوجه، والفيلر للنص السفلي من الوجه. لكن انا بنصح معلومه صغيره نخلي بالنا منها. انا دلوقتي عايز اضعف التجاعيد اللي موجوده في الوش، اضعفها الاول واستني مفعول جلسه البوتوكس اسبوع ولا 10 ايام ولا اسبوعين، وبعد كده ابتدي احقن فيلر. فستيب باي ستيب، واحده واحده. الى الناس اللي على سفر او المستعجلين اللي عندهم مناسبه بعمل لهم كل حاجه في نفس الوقت، لكن لازم جلسه الرتوش. لو واحده اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ بيبقى تجيلي بعديها باسبوع او اسبوعين. ممكن احيانا انا لو حقنت فيلر هنا وشكت الابره عملت تورم بسيط من الجلد من الدم اللي مكان الشك، فانا ممكن يخيل لي كدكتور ويخيل الحاله ان ده فيلر. بستنى بعد اسبوع، لو دي هبطت الاثار كلها بتاعت اثار الشكشكه تهبط. لو دي هبطت
يبقى ممكن احقن فيها فيلر تاني عشان يمين يبقى زي شمال. لو دي ما هبطتش يبقى هو فعلا كان فيلر ويبقى يمين زي شمال. انا بنصح جدا وبيهمني جدا جلسه الرتوش، ما بحبش اللي بيجوا لي في اخر لحظه. دايما لو انا في حاجه مضايقاني في وشي ما استناش الخطوبه او استنى الفرح عشان اجي. في نفس الوقت غير موضوع الفيلر والبوتوكس، موضوع جلسه الرتوش عشان حتى الزرقان والاحمرار اللي موجود حوالين الوجه يروح مع الوقت، وده ممكن طبعا يتدرى بكريم اساسي. طيب فكرة برضو الأشخاص اللي زي ما حضرتك بتقول إنه بيجوا لك على آخر لحظة، ما على آخر لحظة دي يبقى معنى كده إن أنا جلسة الرتوش هيبقى بعدها بأسبوعين، صح زي ما حضرتك قلت؟ أسبوع 10 أيام. أسبوع 10 أيام. ممكن يكون الفرح بعد يومين 3 أصلا. طيب الشكل النهائي الصحي النضر اللي أنا عايزاه هيظهر لي إمتى يا دكتور؟ بعد قد إيه؟ حسب السن وحسب العناية بالبشرة. دايما بنصح يا جماعة بلاش نستخدم صابون في غسيل الوجه، عايزين غسول طبي نستخدمه وهو رايح في غسيل الوجه، لان الصابون بيبقى عاده فيه صودا كاويه وده بيعمل تجاعيد في الوجه على المدى البعيد. بلاش يا جماعه ننزل بدون واقي شمس، يعني لندن نفسها اللي هي بلد الضباب ما بيشوفوش الشمس غير شهرين في السنه، لكن طالما نور ربنا موجود المفروض نحط واقي شمس عشان نحمي وشنا. طيب واقي الشمس ده يا دكتور لكل انواع البشره ولا في اشخاص ممكن ما تحطش؟ في للمرضعات والحوامل ده ما بيبقاش فيه مواد كيماويه، في للاطفال. يعني ضروري لكل الناس يا دكتور؟ كل الناس لازم يحطوا رجال وسيدات؟ ويحطوه مره الصبح ويكرروه مره كل 3 ساعات طوال النهار. تمام. رجال وسيدات يا دكتور؟ رجال وسيدات واطفال. طيب نصيحه اخيره بقى لكل الناس عشان يعني ما نوصلش لمرحله ان احنا نروح للتجميل، يعني هو احنا يعني دي حاجه حلوه ان احنا نروح بس يعني ما نوصلش لمرحله حياه صحيه. يا ريت يبقى في مشي، ده التوصيات برضو طبيه عالميه نزلت دلوقتي في الاكاديميه الامريكيه للامراض الجلديه يا جماعه، عشان ما يبقاش في تجاعيد في الوش وعشان يفضل بشرتنا ليها رونقها وجمالها. الشاي الاخضر 5 مرات يوميا قدر الامكان، 5 مرات يوميا، لان فيه مضادات اكسده. العسل الابيض بحبه البركه ده بيجيب نتائج حلوه. الدراسات بتقول دلوقتي طب واللي بيحط العسل على الوجه يا دكتور؟ لان انا شفت حاجات بالعسل وبالقهوه في نيوزيلندا منتشره بين البنات قوي يعني. العسل دلوقتي بيعالج القرح وبيعالج الحروق اللي موجوده في الوجه. تمام. ندخل بعد كده على اخر حاجه اللوز والبندق. البندق فيه مضادات اكسده بتركيز عالي. تمام. الخضار الطازه والفاكهه الطازه. يبقى هي الاكل الغذائي الصحي يا دكتور. والمشي 45 دقيقه 5 مرات في الاسبوع. واتمنى للجميع صحه وجمال مشكورة جدا يا دكتور. مديدة مليئة بالسعادة يا رب إن شاء الله. شكرا جدا دكتور محمد رياض، استشاري جلدية والتجميل والليزر. أنا هاخد القلم ده خلاص عشان